وبإن أنا زمان كنت عايش في محافظة دمياط، فرمضان زمان في دمياط كان ليه طعم مختلف. رمضان كان دايما يبدأ من بدري بشوية، قبل رمضان بأسبوعين 3 كده. كان دايما ورش دمياط العريقة بتصنع الفوانيس الخشب. يمكن في جيل كامل ما يعرفش ايه هي الفوانيس الخشب دي. طبعا شوارع دمياط في رمضان كانت مختلفة شوية. دايما قبل الفطار بساعة تلاقي زحمة على محلات الحلويات المشهورة في دمياط، البدري والجمل وعصاير الجندول. كل دي محلات كانت الناس بتقف قدامها بالطوابير عشان حلويات رمضان، الكنافة والبسبوسة. كانت زمان بقى أكتر كنافة مطلوبة هي الكنافة السادة والكنافة اللي محشية مهلبية. ما كانش فيه كنافة بالمانجا زي دلوقتي. كمان كان في دورات رمضان، ملاعب كبيرة في الشارع بتتعمل، ناس كتيرة بتنزل تشجع وناس كتيرة بتنزل تلعب. ولما كان قرايبنا بيجولنا من القاهرة تحديدا، كان دايما الأساطير اللي بتتقال لنا عن مدفع رمضان عمرنا ما شفناه واحنا صغيرين. احنا كنا في محافظة تانية، ومن طقوس أهل دمياط في رمضان إن أول يوم فطار لازم يكون بط. على الرغم ان انا ما بحبوش، بس كان لازم اكله في اول يوم رمضان. حتى قرايبنا ومعارفنا اللي ما كناش بنزورهم او يزورونا في رمضان كان لازم في اطباق بنوديها لهم واطباق بيجيبوها لنا. وانا صغير كنت باخد من الطبق ده حته واحاول اداريها على قد ما اقدر، بس ما كانتش بتدارى برضه. وطبعا بقى بعد الفطار كلنا نتلم حوالين التلفزيون نتفرج على ابوي وطمطم وبكار والفوازير. لما كبرت شويه واتخرجت واشتغلت في قسم جراحه العظام، رمضان اختلف شويه. كان اكتر وقت بشتغل فيه هو وقت الفطار، فكانت الناس بتتكسر وتقع وتيجي تقعد في الطوارئ عندنا. واحده ست وهي واقفه تطبخ تقع في المطبخ، عيال نزلوا يلعبوا في الشارع فيقعوا يتكسروا ويجوا يتجبسوا في الطوارئ، اللي محتاج يتجبس واللي محتاج يعمل عمليه. كل ده قبل الاذان بنص ساعه. رمضان كان زمان حلو اكتر في حاجات، كان في زيارات اكتر، عزومات اكتر، الناس بتتواصل اكتر. كانت الناس دايما بتظبط ساعتها على بعد التراويح وقبل التراويح. دلوقتي الموضوع اختلف شوية. دلوقتي بقى فيه زحمة مسلسلات غير عادية. يعني دايما بحس ان رمضان هو اكتر شهر برتاح فيه ونفسيا ببقى هادي، واوقات بحس ان انا بستناه. دايما رمضان ببقى مبسوط ومرتاح فيه، مرتاح اكتر من مبسوط كمان.